امتى هتحسي بحركة الجنين؟ لو سألنا أي حامل عن أكتر الحاجات اللي بتستناها من بداية الحمل هتقول حركة الجنين، إنه يبدأ يتفاعل معاه وتحس إنه موجود فعلا بشكل حقيقي، فتبدأ الحامل تركز مع بطنها عشان تتابع الحركة أول بأول. أول ما تلاقي في حركة تقول بس كده الطفل بيتحرك، فهل فعلا في كل مرة بيحصل حركة بتكون حركة الجنين ولا ممكن تكون مجرد غازات؟ وإمتى أصلا الحامل بتحس بحركة الجنين؟ في البداية خلينا نتفق إن كل حالة حمل بتكون مختلفة عن غيرها، حملك الاول مختلف عن حملك التاني وهكذا، بس انا هتكلم في العموم واللي بيحصل فعلا مع اغلب الحوامل. فقبل ما نعرف اصلا امتى تحس بحركه الجنين خلونا نعرف هل حركه الجنين دي بتحصل ليه. الحركه اللي بيعملها الجنين دي بتكون نتيجه لان النهايات العصبيه وصلت لعضلاته فهتبدا تاثر عليه، فلان كل ما حجمه يكبر بيحتاج مساحه اكبر عشان يوفر لنفسه مساحه يبدا فيها حركه اطرافه، فبالتالي بتحس بركلات في بطنك وتحس ان هو بيتحرك. ومن هنا نوصل لامتى تحس بحركه الجنين. الجنين ممكن يبدا حركته من الاسبوع الثامن للاسبوع ال 12، بس الحامل مش بتحس بالحركه دي لانها بتكون طفيفه جدا، مع تزايد الحركه بقى وبتبدا تحس بيها، واللي بتكون من الاسبوع ال 16 لل 25، يعني من اخر الثالث للخامس كده. فاول حمل ليكي مش هتحس بالحركه دي غير متاخر، يعني ممكن في الاسبوع ال 25 لانك لسه مش متعوده، ممكن تربط الحركه دي بالغازات. اما في الحمل الثاني والثالث بما انك بقيتي خبره دلوقتي هتحس بحركه الجنين بدري، ممكن من الاسبوع ال 13 ولا حاجه. كون ان الجنين حركته خفيفه او شديده ده ما يدلش على حاجه خطيره، بس الاهم ان هو بيتحرك. بس فجاه لو لاحظت ان الجنين مش بيتحرك او حركته اختلفت عن المعدل الطبيعي بتاعه بشكل ملحوظ، لازم تيجي تتابعي، ضروري جدا عشان خاطر نقدر نحدد ايه السبب وهل ده طبيعي ولا في مشكله لا قدر الله. خلونا نختم الفيديو بسؤال هجاوب عليه في فيديو منفصل، بس حابب اسمع رايكم فيه. هي الحاله النفسيه للحامل بتاثر على حركه الجنين؟ اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وكلموني عن تجربتكم.